هتقعدي بقى ورا القطيع وورا فلسفه القطيع وقاعده مستنيه تشوفي هيقولوا لك تعملي ايه وجسمك يبقى عامل ازاي. انا عامله القناه دي علشان تبقي انت من الصفواء اللي عارفين يختاروا كويس قوي هم عايزين ايه في الحياه، مش اللي الناس بتمشيهم على مزاجهم. عارفين ليه في بنات دلوقتي بقت عقده حياتها انها تخس، وكل ما تخس تحس ان هي اوحش؟ قطيع قطيع يعني. مش مرتاحه، ثانيه واحده كده مرتاحه. جايه النهارده علشان اقولك ان انتي مش تخينه زي ما بيحاولوا يقنعوكي ويصدرولك، وهقولك ليه. طبعا كلنا فاكرين ترند بتاع بيلا حديد، ماي نيم از بيلا حديد، والبنات كلهم يعني جايين هم لما خسوا بيقولوا على نفسهم ماي نيم از بيلا حديد. مع انه يعني لو ما تعرفوش، ما يعني بتهيألي كل الناس عارفه انه صناعه او الصناعه بتاعه الموديلنج عموما مامة بيلا حديد هي او هما السبب في اللي بيلا حديد وصلت له، ان هي تبقى نحيفه زياده عن اللازم، ان هي يبقى عندها مشاكل، باين قوي ان هي عندها مشاكل في صحتها، باين قوي ان هي عندها مشاكل حتى نفسيه. مستحيل يعني الاكل بيغذي الروح زي ما بيغذي الجسم، ودي معلومه ليكوا فعلا، ودي معلومه حقيقيه فعلا، انه الاكل مش بس بيغذي الجسم، الاكل ليه مساهمه في روحنا نفسها. فلما يكون دايما الاعلام بيسوق للشكل ده من الجسم علشان شركه عايزه تظهر بمظهر معين، او علشان تجاره معينه زي تجاره الملابس الداخليه مثلا، فالعالم كله وجهة نظره تتغير. شويه احنا عايزين نبقى زي كارداشيان، شويه عايزين نبقى زي بيلا حديد. اولا وقبل كل شيء، الشركات بتاعت الموديلنج دي هي بيبقى ليها الاسلوب ده في عرض الملابس، عن طريق ان هم يحطوها على موديلز رفيعين قوي قوي، علشان يظهروا المنتج مش علشان يظهروا شكل البنت. وفعلا لو شفتي عروض ازياء للستات كيرفي هتلاقي نفسك مركزة اكتر على جسم الست وجمال الست، مش جمال المنتج اللي هي لابساه. هو طريقة غريبة في التفكير بس هما فعلا بيعملوا كده. ولمعلوماتك انه اللي حلو في التصوير مش شرط ابدا يبقى حلو في الحقيقه. يعني انا كتير بحس فعلا لا، التصوير غير الحقيقه، وخصوصا بعد يعني بصور بقالي فتره طويله جدا على اليوتيوب وفي غيره. فعلا التصوير ليه مقاييس مختلفة تماما عن الحقيقة. في ناس بنشوفها في التصوير جميلة جدا، جسمها مظبوط جدا، في الحقيقة ممكن نلاقيها مثلا قصيرة شوية أو طويلة شوية أو رفيعة شوية، أو يعني بنلاقي دايما ان التصوير غير الحقيقة. ده غير انه فعلا التصوير بيزود في الوزن، ودي حاجة حقيقية جدا. مش كل الناس الكاميرا بتحبها، مش كل الأجسام الكاميرا بتحبها، فهم بيختاروا حاجة الكاميرا تحبها علشان يظهروا منتج معين للناس. فما تخليش انت جسمك مش موضة. يعني انا مش لابسه هدوم موضه عليا، او مثلا موضه السنه دي كانت الالوان الفلانيه او اللبس الفلاني، والموضه السنه اللي بعدها الالوان الفلاني او اللبس الفلاني. انت جسمك مش كده، انت جسمك ده جسمك بتاعك اللي هيفضل معاكي لاخر العمر، مش بيمشي على الموضه. انت مش طالعه نازله على حسب الموضه، ده حتى الموضه في الهدوم نفسها مش بتليق على كل الناس طول الوقت. ف يعني انا بصراحه مستغربه فكره قوي ان اجسامنا تبقى ورا الموضة. وللعلم نو اوفنس خالص للناس الرفيعين، انا مش بقول اي حاجة على كده. ممكن تبقى بنت نحيفة جدا و هيلثي او صحية، ممكن بنت تبقى نحيفة جدا ومش هيلثي ومش صحية، واقول لكم دلوقتي ازاي. في ناس ربنا خلقها الحرق عندها عالي جدا، الميتابوليزم عندها عالي جدا، فهي بتاكل صحي، بتاكل كل حاجة، بتاكل ومش حارمة نفسها من اي حاجة، ولا قطعة عيش ولا قطع فاكهه ولا قطع اي حاجه من الحاجات دي. ومع كده هي سكيني. البنت السكيني قوي كانوا بيقترحوا عليها ان هي مثلا وعندها طول معين يقترحوا عليها ان هي تبقى موديل، لان هو ده المطلوب هناك. دلوقتي بقت الناس بتجبر جسمها ونفسها على انها تبقى كده. وفي بنت تانية مش هيلسي، نحيفة جدا، لانها حرمة نفسها حرفيا من كل شيء، وعمالة تخس تخس تخس، و مش بتاكل كويس، مش بتدي جسمها العناصر الغذائيه اللي محتاجاها، مأثر عليها جسمها على جسديا ونفسيا، ومع كده برضو مكمله في ده. عارفين ليه في بنات دلوقتي بقت عقده حياتها انها تخس، وكل ما تخس تحس ان هي
اوحش، تحس ان هي لسه مليانه، لسه ممتلئه، لسه ما بقتش زي بلا حديد. وتفضل تخس 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 وبرضه شايفه نفسها مش حلوه. فكرتي انه جايز يكون الجسم ده مش بتاعك اصلا؟ فكرتي ان انت بتجبري جسمك وبتجبري شكلك على انه يفت ان حاجه مش بتاعته اصلا؟ يعني كل واحد زي ما قلت لكم كده اتخلق في جسم معين. يعني في بنت نحيفه جدا مهما كلت، وفي بنت ممتلئه شويه مهما قللت اكل، هو ربنا خلقها في الجسم ده. يبقى من باب اولى نفكر بطريقه مختلفه، من باب اولى نحب جسمنا زي ما هو، بس نحسن منه. نحسن منه ازاي؟ اهتم ان انا اكل كل حاجه باعتدال، اهتم اني اتحرك بشكل كفايه، اهتم ان انا امارس رياضه بشكل احسن. صدقيني، عارفه، لو من باب الراحه كده والطمأنينه كده، وما اجبرتيش نفسك على الحاجه دي، او ما اجبرتيش نفسك على انك تخسي او تزيدي في الوزن وبس مشيتي هيلسي، هتلاقي نفسك جسمك بيتحسن من غير ما تحسي. التأثير النفسي اللي بنأثر بيه على جسمنا عشان نجبره يبقى في حاجة معينة، ده أصلا بيسبب لنا أوقات كتير شراهة في الأكل. ده أصلا ممكن يسبب مثلا أنوركسيا، يسبب إنه البنت توصل لمرحلة من النحافة المرضية، تبقى موهومة إنها بتاكل كتير هي في الواقع ما بتاكلش حاجه. تبقى موهومه ان هي ليل ونهار عماله تاكل، وهي اصلا مش مديه جسمها الحاجات الاساسيه او الاحتياجات الاساسيه بتاعته. وفي حاجه كمان بقى يعني افتكرت اتكلم فيها، هي انه الناس بقت عامله ضغط على الناس. يعني هي مش بس البنت هي اللي عايزه توصل لكده، لا، عشان الناس ضاغطين عليها. يعني انا لما كنت على ذا موست توكسيك بليس الانستجرام، ده اكتر مكان توكسيك بتهيألي دلوقتي في العالم هو فيسبوك، يعني البركه في مارك. الناس بتجبرك على ان انت تبقي بصوره معينه. يعني انا عايزه اقول لكم ان ممكن بنت تكون شايفه نفسها حلوه قوي في الجسم الكيرفي، وهو مثلا لايق عليها جدا. حلوه قوي في السليم ثيك، او اللي هي مثلا سليم بس عندها بعض المناطق ممتلئه. او بنت تانية هي جسمها كده وربنا خلقها كده وفرحانه قوي بان هي سكيني ورفيعه، وده جسمها اصلا اللي هي يعني لو اختارت كانت هتختاره. ده انا بكلمكم دلوقتي عن الناس بقى اللي بمزاجها كده، او اللي هي حابه شكل جسمها كده. الناس بتجبرهم طول الوقت ان هم يبقوا الشكل الترند او الموضه. الناس سهل التلاعب بيهم للاسف للاسف للاسف. والقناه دي انا مش عاملاها علشان تبقي انت من القطيع او من الناس اللي سهل التلاعب بيها. انا عامله القناه دي علشان تبقي انت من الصفواء اللي عارفين يختاروا كويس قوي هم عايزين ايه في الحياه، مش اللي الناس بتمشيهم على مزاجهم. انا لما يعني كنت ممتلئه شويه بسبب يعني الحمل والولاده والحاجات دي، انا اصلا جسمي كنت راضيه عنه جدا. و يعني ما كانش عندي مشكله فيه. بس بعد الولاده طبعا بتحصل تغيرات اللي بتحصل لكل الناس دي، فقررت ان انا ابدا دايت ورياضه وكده، واوصل لجسم معين. كنت حلمي ان انا اوصل لسلام سيك، او يعني ما بين سلام سيك والكيرفي، وده كان الجسم اللي انا بحلم بيه. طلع لي ناس في التعليقات مبسوطة جدا من شكلي، وده انتي يعني جسم احلامي، وتعليقات تانية انتي مليانة، انتي مش عارفة ايه. انا اصلا كنت فاتحة صفحة عن التغذية، و يعني ازاي نوصل للجسم اللي احنا عايزينه بشكل هيلثي اكتر من غير ما نضغط على نفسنا نفسيا اكتر. الحمد لله انا كده من زمان. يعني لقيت في ناس بتعيب لي على جسمي. فلو انتي مشيتي ورا الناس، لو مشيتي ورا المجتمع ومقاييسه اللي هو متلقنها، يعني في فئة معينة من الناس اللي هي مثلا شركة فيكتوريا سيكريت، او مثلا الاعلام دلوقتي بيقول كذا، او مثلا الغرب دلوقتي احسن حاجة عنده كذا، هو بيلقن الناس هم المفروض ياكلوا ايه ويشربوا ايه ويلبسوا ايه ويتصرفوا ازاي. فلو انتي هتقعدي بقى ورا القطيع وورا فلسفة القطيع وقاعدة مستنية تشوفي هيقولوا لك تعملي ايه وجسمك يبقى عامل ازاي وتلبسي ايه وتاكلي ايه وتشربي ايه، هتضيعي وهتبقي قطيع. وصدقيني دي مش حاجة حلوة خالص ان انتي تبقي قاعدة كده. هقولك على حاجة، الميديا وصلت ناس ان هم يفتكروا ان هم مش هم. يعني بمعنى اصح وصلت رجاله ان هم يفتكروا ان هم مش رجاله ويفتكروا ان هم ستات، وصلت ستات ان هم يفتكروا ان هم رجاله مش ستات. واظن انتوا فاهميني. فانتوا متخيلين الميديا بتاثر قد ايه على عقول الناس، لدرجه ان انسان يبقى مسخ او الناس تشوفه وتحس ان ايه ده، هو عامل كده ليه مثلا. وانا مش بتكلم على الناس اللي عندها حالات مرضيه، ربنا يعافي الجميع. انا بتكلم على الناس اللي هي صحيت من النوم لقيت نفسها عندها ميول مختلفه لمجرد ان الميديا اقنعتها بكده.
قطيع قطيع يعني. فانا باختصار شديد جايه النهارده اقول لك انه انت مش محتاجه ان انت تعملي اكتر من ان انت تاكلي صحي، مش محتاجه تعملي اكتر من ان انت تحترمي شكل جسمك اللي اتخلقتي عليه. لو جسمك فيه مشكله بسبب زياده او نقصان في الوزن، روحي المتخصص عالجيها. اهتمي ان انت تاكلي صحي، اهتمي ان انت تتحركي، وسيبي المجتمع يقول اللي يقوله. زي ما بالظبط كده البسي اللي على مزاجك وسيبي المجتمع يعمل اللي يعمله. بغض النظر بقى ده موضة السنة دي مش موضة السنة دي، اهم حاجة يكون لايقة عليكي انتي. اهم حاجة ان انتي تكوني مستريحة فيه، شكلك شيك فيه، حاسة انك انيقة فيه. اهم حاجة نكون احنا مستريحين في جسمنا وفي لبسنا وفي طريقة تفكيرنا. وطبعا انا مش بقول ان احنا ما نعملش اعتبار للناس، ولكن لما اعمل اعتبار للناس ده هيضرني، لاني بعمل اعتبار زيادة عن اللازم لافكار غلط او سيئة، يبقى لا طبعا مش هعمل اعتبار للناس. هعمل اعتبار للصح، هعمل اعتبار للمنطقي، مش يعني مش معنى ان الناس مثلا اغلبهم بيفكروا بشكل غير منطقي فانا اقول انا خلاص انا هفكر بشكل غير منطقي زيهم عشان مبقاش مختلفة قوي. الحقيقة انا بقولكيش تبقي مختلفة قوي، انا بس بقولك ان انتي تعبري عن نفسك بطريقة لبسك، بجسمك، بطريقة كلامك، بطريقة تفكيرك، بغض النظر عن القطيع ماشي ازاي او القطيع بيقول ايه. اتمنى انه الفيديو يكون غير شيء ولو قد كده فيكي او في طريقه تفكيرك. وعايزه اقول لكم ان انا comfortable قوي النهارده وانا بكلمكم، حاسه مستريحه حقيقي جدا جدا. اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد على خير. باي باي.